طيب بما إن السؤال ده يعني جالي من أكتر من حد، إزاي نتعلم إنجليزي؟ بص، أولا إحنا في 2026 النهارده، يعني الآلات بتتكلم لوحدها حرفيا. فده معناه إيه؟ معناه إن أنت لسه ما اتكلمتش حتى لغة الأم للعالم اللي هي الإنجليزي. فإحنا كده actually we have a big problem guys. الإنجليزي مهم جدا، لأن لو أنت بني آدم ناوي إن أنت يكون عندك مستقبل بإذن الله كويس، لازم تتعامل مع ناس عالميين. الناس العالميين دول مش بيتكلموا مصري ولا بيتكلموا عربي، هما بيتكلموا انجليش. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انت برضو بني ادم عادي خالص، فاي محتوى هتبقى عايز تفتحه ويكون المحتوى ده بروفيشنال، فانت هنا برضو محتاج تتعلم انجليزي، عشان الانجليزي هو ده الباب اللي هيدخلك منه للمحتوى، لان الناس دي برضو مش بتتكلم عربي، بتتكلم انجليش. فانا هنا جاي اقول لكم افضل طريقه انا اتعلمت بيها انجليزي. انا ما خدتش كورسات، مع العلم يعني اتيحت لي فكره ان انا يبقى عندي كورسات. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي كورسات مدفوعه كتير جدا، انا ما اتعلمتش منها اي حاجه فيهم، ما زالوا مقفولين زي ما هم. فهي الفكره ما لهاش برضو علاقه بالفلوس تماما، عشان بس نكون ايه على نفس التراك مع بعض. الطريقه اللي اتعلمت بيها انجليزي هي اول حاجه خالص من البدايه عملتها، هي كانت خطه كنت بلاقيها في قناه امريكان انجلش، كنت بلاقيها محطوطه تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديوز، بس ده قبل ما ينزلوا الاب بتاعهم. بعدين بعد ما نزلوه هي ما بقتش موجوده، بس انا كنت واخداها سكرين شوت، فهحطها لكم هنا على الشاشه في اي مكان هتلاقوها. يعني انا اوف كورس I'm not sure ان انتوا جايين يعني هتشوفوا كل الكلام فيها ولا لا، بس هحاول ان انا اوضحها يعني. دي كانت اول حاجه عملتها، هي فعلا يعني كدخله او كمدخل للغه هي مفيش افضل منها عموما بقى. بعدين في تطبيق تاني كان اسمه بوزو، عليه لغات كتير جدا تقدروا تتعلموها. يعني اجيز ان اي حد سالني على اي حاجه في اللغات عموما كلهم عارفين عن التطبيق ده، مفيش حد ما قلتلوش التطبيق ده. دي كانت تاني حاجه عملتها. يعني بالمناسبه انا معرفش ابراهيم عادل شخصيا ولا اعرف مين هم بتوع بوزو، انا بس بقول يعني كل خطوة أنا عملتها إزاي. بعدين دي بقى تالت حاجة وأهم حاجة، وبالمناسبة انتوا تقدروا تبدأوا من الطريقة دي أو تمشوا بالطريقة دي من أول يوم وانتوا بتتعلموا. بس أنا يعني يعني هي دي كانت تالت مرحلة ليا، وما زلت بقى هي اللي ماشية عليها دائما، وهي طريقة الشادوينج. هي طريقة تحفة ان انتوا تفضلوا تسمعوا أي حاجة وتعيدوا معاها بالظبط، تقلدوا قدر الإمكان النيتيف بتوع اللغة اللي هم الناس في USA أو UK بيتكلموا ازاي، وتنطقوا زيهم بالظبط. انتوا اللغة اللي عايزين تقولوها. طبعا افضل انكم تتعلموا امريكان مش بريتش، لان الامريكان هو الغالب، بس يعني دي كل الفكرة، الامريكان هو الغالب. اجس يعني نسبة قليلة جدا من الناس هي اللي بتتعلم اللهجة بتاعت استراليا، بس انا مش عارفه عنها اي حاجه خالص وبفهمها بس مش بحبها، هي تقيله قوي كده. يعني ما اعتقدش خالص ان انتوا هتحتاجوا ده، بس الا كنتوا محتاجين تهاجروا استراليا او حاجه. فدي كل الطرق اللي انا عملتها، 3 حاجات سهلين جدا. بس سهل جدا، الموضوع اسهل من ما اي حد يتخيل. واقول لكم ليه برضو هو سهل. اللغه التانية اللي احنا بناخدها في المدرسه عموما واللي الدوله كلها ماشيه بيها، يعني تاني لغه بعد العربي، فانتوا مش هتحسوا ان اللغة مختلفة عليكم او ان هي حاجة غريبة على ودنكم لسه بتسمعوها مثلا لأول مرة، مش بتسمع ألماني مثلا. فهي فعلا عشان كده هتحسوها اللي هو it's okay، يعني something easy to get، مش حاجة صعبة تماما زي ما في دماغكم. وده مش معناه ان انتوا يعني كان لازم تكونوا شاطرين في المدرسة، عشان في الحقيقة ان انجليزي المدرسة هو ملوش علاقة يعني بليفل كبير قوي او بنسبه كبيره قوي باللغه ذات نفسها. كأنت بتتحدث كأن انت عايز تكون قريب من النيتف. طبعا انت عشان توصل لمرحله النيتف هي دي مش حاجه صعبه، بس يعني برضو مش حاجه سهله، لكن هي محتاجه كثره ممارسه جدا بقى، والممارسه تكون شغاله معاك لبقيه عمرك باذن الله، الى حين تسافر بقى وتكون في ليفلز عاليه. بس حرفيا المستوى حتى اللي هو المتوسط او فوق المتوسط بشويه، اللي هو مثلا احنا بنتكلم في B1 B2، يعني حتى مش لازم تكون C1، هيخليك عندك قدر كافي جدا من المعلومات اللي فعلا انت محتاج ان انت تعرفها. بس دي كل حاجه عن الانجليزي تقريبا.